اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وبيوم جديد ومن قناة إبداعات مختلفة. واليوم ويانا البسبوسة، وحبيت أراويكم إياها على طريقتي. طبعا المقادير جدا بسيطة والطعم راح يكون كلش طيب إذا حبيتوا تجربونها. عندي هنا السكر وعصير برتقال، وعندي ليمونة طبعا راح أخذ نصفها. وراح نبلش أول شي بالقطر. هسه راح نبلش بسم الله وراويكم كل التفاصيل حبايبي. هنا وضعنا 3 أكواب من السكر، راح نضيف لهن كوبين من عصير البرتقال. هنا وضعنا 3 أكواب من السكر على كوبين من البرتقال، وراح نقلبهن على البارد وراويكم كل التفاصيل. هنا أنا حبايبي ضفنا 3 أكواب من السكر وكوبين من العصير على نصف ليمونة، وهسه راح نحركن على البارد ونشعل تحتهن وراويكم كل التفاصيل. هنا أنا حبايبي مثل ما شفتوا وضعنا 3 أكواب من السكر أو الشكر وكوبين من عصير البرتقال ونصف ليمونة، وراح نقلبهن على البارد. صلي على محمد وآل محمد. هنا أنا حبايب قلبي بعد ما كملت الشيرة وتركتها تبرد مباشرة بلشت أسوي بالبسبوسة. وهنا أنا عندنا المقادير، وضعت 5 بيضات، عليهن كوب من السكر، وبزجناهن بهالشكل هذا. راح نضيف عليهن كوب من السميد، وكوب من ببروش جوز الهند، كوب من الطحين. شوف شلون راح أسهل عليكم المواد والمقادير حتى تحصلون على سمبوسة شنو؟ بسبوسة. وضعنا كوب بنفس الكوب كوب طحين. طبعا راح اسهل عليكم المواد حتى تحصلون على بسبوسة جدا طعمها رائع ومقاديرها مضبوطة وجدا بسيطة. هسه وضعنا كوب من السكر، كوب من ببروش جوز الهند، وكوب من الطحين، وكوب من السميد. هنا راح نضيف كوب من الزيت، كوب من الزبادي. المقادير بنفس الكوب حبايبي. هنا حبايبي مع الخفق المستمر بقى عندنا بس كوب الحليب، وطبعا عندي حليب باودر دا اخفق بيه. هسه راح اضيفه. هنا حبايبي ضفنا المواد كلياتها على كوب كوب. هسه راح نضيف 3 أروف من البيكنج باودر مع الخفق المستمر. طبعا الخفاقة هنا مالتي انكسرت لأن خطية هواي اشتغلت برمضان، فاليوم سلمت أمانتها. عملنا خفق البسبوسة وراح نجهز القالب ونضيفها بالقالب ونراويكم شكلها النهائي بعد استوائها. حبايب قلبي مثل ما شفتوا بسطت لكم المقادير، كل المقادير كلتها بكوب واحد، والمقادير همين جدا بسيطة. كوب من المبروش، كوب من الطحين، كوب من السميد، كوب من الزيت، كوب من الحليب، كوب من الزبادي، وكوب من السكر، وفقط 5 بيضات، وضفت لها رشة من الملح جدا بسيطة لتعادل الطعم. هسه راح نكمل استوائها ونراويكم شكلها همين، وان شاء الله تعجبكم وتجربونها على طريقتي اذا حبيتوا. يلا حبايبي وياي. هنا ضفنا راشي للقالب، وراح ندهنه بالراشي ونضيف البسبوسة.